السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهارده بأمر الله تعالى هنعمل معاكم او هنعيد ذكريات العيد الكبير. خالتي لسه جايبه لنا النهارده. انا كان عندي الرجل دي من العيد الكبير يا حبايبي، وخالتي لسه شاريه دلوقتي حالا لحمه راس جميله يا جماعه والله، وممبار. هنعمل لحمه راس وممبار، بس لحمه الراس النهارده هنعملها في جميله بالامانه شوربه، مش هنعملها في صلصه. لحمه ممتازه صراحه. وهنعمل الرجل دي برضو زي الكوارع، يعني هنعملها برضو في شوربه، وهنحمرها ان شاء الله في الفرن، وهنعمل معاكم الممبار. بس انا دلوقتي الصراحه طالعه مشوار كده بابني، رايحه بيه المستشفى النهارده، ليه عياده كشف يعني، فانا هروح وارجع ان شاء الله. فمعلش خالتي بقى هتكون حطت الرجل دي على البوتاجاز، لان هي مفيش حاجه، هي هتحطها في شوربه يعني ميه وبهارات وبصل وتوم وحاجات من دي، وكذلك الامر لحمه الراس برضو زيها بالظبط. فمعلش انا هروح المشوار ده وارجع اكمل معاكم ان شاء الله تصوير الحلقه بامر الله تعالى. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. زي ما انتم شايفين الحمد لله انا لسه راجعه حالا انا ومحمد ابني. بصوا بقى دي شكل لحمه الراس اهي، خالتي طبختها النهارده في شوربه. انا اللي طبخت لها النهارده والله. معلش بقى الله يصلح حالك يا رب. شغاله طبخناها النهارده في شوربه، مش في صلصه ولا حاجه. تمام. انا هقول لكم بقى الشوربه هي ميه وفيها بصل وفيها فصين توم وفلفل اسمر وحبهان، لا حبهان لا، كمون، اي بهارات انتوا بتحبوها بقى، فاهميني؟ على ورق لورا. وبتنزلوا فيها بتسقطوا فيها الايه، لحمه الراس لغايه ما بتستوي. تمام. وكذلك الامر برضو شوربه الكوارع اهي، برضو بصل وتوم وطماطمايه وفلفل اسمر وكمون، وبتحطوا فيها برضو الكوارع لغايه ما بتستوي. معلش سامحوني انا ما عرفتش اصور الجزء اللي هو في الفيديو الاولاني، لاني والله انا كنت زي ما قلت لكم ان انا رايحه المستشفى بمحمد، لان انا بروح كل اسبوعين او 3 عشان مركبين له شريحه سيليكون في رجليه، فبنروح نطمن كده. فمعلش يا حبايبي اعذروني، اهم حاجه ان انتم ما تنسوناش بدعوه حلوه لمحمد ابني، ربنا يشفيه يا رب. وبس كده. دلوقتي بقى هنطلع معاكم انا وخالتي نكمل بقيه الحلقه، نحشي الممبار وهنطبخ الرز، وهو ده هيكون غدانا النهارده. انت اللي هتكمل الممبار يا مالي، انت اللي هتكملي الحلقه دي بتاعتك انت. يعني الغدوه عليها ولا ايه مالي؟ لا غدوه ايه؟ لا الحلقه هي اللي عليكي مش الغدوه. ليه؟ انا تعبت والله، انا بقالي 3 ساعات بره، لسه راجعه حالا. الله والله شربتها جميله. خالتي بتقول انا ما حطيتش الممبار، قصدي لحمه الراس ولا الكوارع. اول ما مشيت انا سبتهم بتاع ساعه لغايه عشان ترجعي، فانت لما اتاخرتي انا لسه حطاهم. لسه حطاهم يا دوبهم اول ده الحلق ده ما فرطش لسه. انا اتاخرت صراحه يعني، فمعلش بقى اعذروني. لحمه الراس لسه ما فرطش. دلوقتي بقى هنغطي عليهم ونسيبهم يستووا. هنوطي على الحلتين ونسيبهم يستووا براحتهم، وناخد بقى الممبار ونطلع نحشي بره ونتكلم معاكم شويه، نتخانق معاكم. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. بصوا بقى احنا دلوقتي بنعمل حشو الممبار. معانا رز مغسول ومصفينه كويس اهو. حشو الممبار النهارده هنعمله ني في ني، مش متسبك ولا حاجه. خالتي بتبشر عليه البصل اهو، ومعانا شبت وبقدونس هنحطهم شويه. الشبت والبقدونس لا ما هو مش كتير اساسا، ده هو كيلو واحد. ومعانا الطماطم اللي هي المتسبكه نص تسبيكه دي برده هنحطها. اللي مش حابب يحطها يحط طماطم مبشوره زيها زي بس البصل كتير ده ليه ده كله؟ لا بصلتين حلوين عشان الممبار ما يكونش ليه ريحه. في توم كتير يا ما تخافيش. ومعانا التوم اهو لسه دقينه، هنحط برده هنا معلقه كبيره من التوم على الخلطه دي، وبعد كده هنقلبها. وبنحط بقى شويه من الزيت والتوم اهو انا نزلته في المعلقه، وهنقلب الخلطه دي كلها كده، وهننزل بالطماطم عليها. انا قلت نعمله ني في ني النهارده، الصراحه مش قادره انا اقف واسبك، وخالتي برضو تعبت. تعبت انت. تاكس موديك وتاكس جايبك يعني انا مش واقفه على رجلي 3 ساعات في المستشفى. انا رحت سوق الجمعه وجبت الحاجه وجيت واستوقت. طب انا كنت اروح سوق الجمعه عادي وكنت شايله الشنطه والله ما قادره امشي بيها، وجيت ركبت. طب استني ثواني. طيب ما انا اللي واقفه 3 ساعات على رجلي في المستشفى. ما قالوا لك لا ما تقعديش؟ لا ما فيش هناك كراسي والله، الناس ربنا يعلم بيها برضه. والله اقعد على الرصيف بتاع الحيطه يا اختي، لو حكمت اقعد على بص الشطره بتخبز على رجل البصاره. شايفين مش عازمه مرات ابنها. لا ما ادعوا لمحمد ابني يا ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب، الشفا هو الله. هنقلب بقى الطماطم كده في الخلطه دي كلها. لا الخضره شويه. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي ده شكل بقى ايه الخلطه بتاعه الممبار اهي. تمام. لان هو كيلو ممبار مش كتير، يعني كفايه عليه كده.
هو هيكون لونه ابيض عشان برضو الطماطم مش كتير. هنحط شويه فلفل اسمر، كمون، ملح. غيره والله معايا ممبار ما كانش فيه غيره والله. والله ما يبقى النهارده غدانا هيكون ممبار لحمه راس وكوارع، شويه فته، شوربه كوارع كده يعني. ليه كوسه طبخه كوسه جوه؟ الكوسه دي من اول امبارح. ماشي مطبوخه من امبارح الكوسه عادي. هنبدا بقى ايه نفتح كده الممبار. كل كوسه ب 10 جنيه. لا مش هرميها. هنبدا بقى نفتح الممبار ونحشيه. وريني. وزي ما انتم شايفين بصوا بقى خالتي بتحشي الممبار ازاي، احنا وريناه لكم قبل كده. انا شاطره في حشي الممبار، بس مفيش مشكله ان احنا نوريكم الممبار تاني. بصوا بقى انا جيت لقيتها غسلاه عامله ازاي. الصراحه جميل. فل الفل. شايفين والله فل الفل صح. انا غسلانه يعني انا والله شاطره في كل، الحمد لله. ما انت شاطره والله. الحمد لله في كل حاجه والله. شفتوا تحس ان احنا هفتانين النهارده مش قادرين نتكلم. طب والله لا اللي رحت معلش السوق كان حامي ورحت في الحرب بيني وبينكي. وهنحط بصوا في طبق قد ايه، وحياه ربنا مكسلين ندخل نجيب من جوه. ده الطبق مش قادرين. ده الطبق اللي كان في خضره المحشي على فكره. مش قادرين نقوم. خالتي بتتحايل عليا راح اجيب لها الصينيه عشان تحط فيها، وانا بتحايل عليها تقوم تجيب الصينيه والله ما انا عارفه. وانا برضو والله يعني برضو المشوار بيكون وحش قوي اهو يا حبايبي. تمام يبقى احنا كده ايه بنحشي الممبار كده بنمسكه من الشكل ده. لا بصوا ما فيش حد ساعدنا فيه ولا حاجه. لا ولا عايز حاجه والله. وبنشد كده لتحت وما نملهوش جامد عشان ما يفرقعش مننا، يعني نسيب مهوي كده شويه. مهوي كتير اهو. وطبعا هنكون برضو حاطين الميه على البوتاجاز فيها بصل وثوم وفلفل اسمر وحبهان. ده بتحط في كل حاجه بقى الممبار. نفرد كده عشان ايه بصوا اهو يبقى ايه عامل كده زي صبع الموز السحري كده اهو جميل اهو. موز السحري هو في اليومين دول موز سحري؟ امال ايه امريكاني؟ امال الامريكاني ده مش بتاع مصر ده. الامريكاني الحلو الجميل ده موز سحري. وكده خلاص يا حبايبي زي ما انتم شايفين نكون خلصنا معاكم حشو الممبار اهو. دلوقتي بقى ايه احنا حطينا ميه على النار بتغلي، هنروح نبص عليها كده ونشوفها ايه اخبارها ايه. وبرده الميه بدات تغلي معانا، حطيت فيها معلقه كبيره من الفلفل الاسمر والبهارات وبصلايه 5 أو 6 فصوص من الثوم، حبهان، ورق لورا، ده كله منكهات بنحطها علشان الممبار طبعا ريحته ما تكونش زفره. دلوقتي بقى ايه هنسقط في الميه الممبار بتاعنا اللي احنا حشيناه معاكم. وزي ما انتم شايفين كده نزلنا بالممبار خلاص كده. هننزل بقى بمعلقه كبيره من الملح ونسيب بقى الممبار لغايه ما يبدا يغلي، واول ما يغلي هنوطي عليه النار او يفور كده ونسيبه حوالي ساعه وربع لساعه ونص. وبعد كده نشوف الممبار اول ما ايه يستوي ان شاء الله. قبل ما نحمره هوريهولكوا تاني. وبصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده خلاص الممبار بتاعنا استوى وطلعته من الحله. اخد حوالي ساعه ونص بالظبط. وكمان حطيته في طاسه الزيت على البوتاجاز اهو. بعد ما الطاسه سخنت بدات احمر في الممبار معاكم. تمام كده. انا طبعا ما عرفتش اوريكم لان البخار كان طالع كتير وعمل على الكاميرا مرتين، فحبيت اوريهولكم وانا بحمره. قدامنا بالظبط 10 دقايق هخلص تحمير الممبار وارص معاكم الغدا انا وخالتي ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين ده شكل الممبار بتاعنا بعد ما اتحمر اهو. ما بياخدش وقت كتير، حوالي دقيقتين 2 على كل ناحيه، دقيقه واحده. وهنطلع الممبار كده بالراحه، نخلي بالنا عشان ربنا يسترها من الزيت. تمام كده. هطلع الممبار وزي ما قلت لكم بقى هنبدا ايه نرص الغدا قدامكم. ودلوقتي يا حبايبي انا حبيت اوريكم دوت الرجل اللي احنا حطيناها قدامكم او الكوارع اهي. بس خالتي قالت لي لا مش هنقدمها كده، هنحطها في الفرن عشان ننشفها شويه تتحمر يعني. فلقيتها عامله صلصه توم على صلصه على زيت. معلقه كده. تمالك كده نفسك ماله. جاي من عند الدكتور والله. كلنا كنا عند الدكاتره النهارده. حياة ربنا كنت عند دكتور الصدر لسه جاي يا جماعه مش تزعلوا مني. كان عندها كحه برضو من زمان ومش راضيه تخف، فراحت ايه كان عندها استشاره النهارده. منع عن القهوه والشاي والحاجه الساقعه. صدق احسن. كله منع عن والحامي والبارد والمصحف قال لي اوعي من الفلفل. طب بتحطي فلفل ليه في الاكل؟ ما هو مش للاكل ده بس بزوجلكي بس يلا هنحط بقى صلصه. هي الصلصه ديت عباره عن طماطم وتوم مهروس وشويه زيت وفلفل اسمر وكمون وكلام من ده. وهنحطها بقى فين على الكوارع دي وهندخلها الفرن تحت الشوايه. تمام. او لو الفرن زي بتاعنا اللي هو الغاز دوت يبقى من الجنبين بس عشان ما تلزقش مننا. وخلاص كده هندخلها تحت الشوايه وخلاص على كده.
وطبعا دي شكل الكوارع اهي قبل ما ادخلها الفرن. حبيت اوريها لكم بره، الاضاءه بره غير جوه. بصوا يا حبايبي الفرن مولعينه من الجناب اهو، تمام. هنسيبها بقى ايه تتحمر من الجناب من الجنبين كده، تتحمر يعني الكوارع دي. واول بصوا الجو ضلمه خالص جوه الفرن، اول ما تتحمر هطلعها بقى نكون غرفت الاكل، وان شاء الله هرص الاكل قدامكم. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. زي ما انتم شايفين دوت الغدا بتاعنا اللي احنا عملناه معاكم النهارده. ده الكوارع اللي خالتي لسه محمراها في الفرن دلوقتي حالا. بصوا شكلها حلو وجميل جدا، جميل والله، شكلها وطعمها اكيد هيكون احلى. والله خالتي هفتت من الجوع. كل انت وانا هعمل، كل انت وانا هعمل، هاكل ان شاء الله وانا هكمل. وده الممبار بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو، برضو اللي انا عملته معاكم. انا عملته كله وحمرته. تسلم ايديك يا امي والله، شايفين؟ شربتها جميله والله. ودي طبعا لحمه الراس بالشوربه بتاعتها. احنا ما حبيناش نحمرها. وده بقيه الممبار، انا حطيته شويه ممبار على الرز. وانا محمره الممبار، وانا اللي عامله انت انا اللي محمره الممبار فوق، يبقى انا اللي عامله اللحمه. والصراحه انا كنت عايزه اعمل لكم رز واحط عليه صلصه، طبق يكون رز ساده ومحطوط عليه صلصه، بس ما لقيتش صلصه غير شويه دول، فانا اكتفيت بيهم ان انا احطهم على الرز وخلاص. زي الفل. ولحمه الراس اهي والشوربه. هو ده غدانا النهارده يا حبايبي. لو عجبتكم الحلقه، انا عارفه الحلقه نصها كنا معاكم ونصها ما كناش موجودين، بس معلش اعذرونا. النهارده بس ان شاء الله. انا اعوض لكم بكره ان شاء الله، نتكلم معاكم ونضحك معاكم. يلا مع الف سلامه. مع السلامه يا حبايبي، مع السلامه.